صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك
يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي ولدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب دودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه حسان صلى الله عليه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه بل تكراره بكثرة ترداد وأبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه قدرة رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. من الإيمان قواعد صلى الله عليه. سر ذلك الإذعان والتصديق صديق الشواهد. صلى الله عليه. محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. بتبليل خلقه من فرضه ونفله. الله عبد عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر. صلى الله عليه. من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الكمال. صلى الله عليه. المصلي عليه به صلى الله عليه. ورسل تعلقه به وهبه صلى الله ويطبع عليه. بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه. صلى الله عليه. نشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. بعد فلما تلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه. تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم. صلى الله عليه. القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. صلى الله عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. نقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون. صلى الله عليه. ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه. صلى الله عليه. عليه. موضع استقراري وموضع خروجي وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. كان مستقره في الأسلاب الفاخرة صلى الله والأرحام عليه. الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لك البشر. صلى الله عليه. الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف. صلى الله عليه. في هذا القرطاس ما هو ولديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. كانت
والحسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فلا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ولكن ما هفت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه الحضرة الكريمة ولا يجد شوقي إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع آمين في شفاعة هذا النبي الشافي ويتوحل بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحيان صوت الغناء يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني يا فاتح الباب يا فاطر أصلح قصودي مع شاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحيان لك جود يا ربنا وافر قد عم قاصي ما عدني الليلة القلب والخاطر زالت به كل الأشجان يا سيد الرسل يا طاهر
والشاني صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان صوت المغاني كما المطير لوح الياس حبنا ثاني وصرر باقين وشي ظاهر وامر البناء يهيل البني يا سيد الرسل يا طاهر اللهم صل وسلم عليه يا غاية قصد وشاني صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان سقف حرك على الهجير وحكموا شلة الدني ولا يرى والسوى الماهر ليحكم الضرب والآني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية قصد والشاني صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا قصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان المصطفى الخاطر حبيبنا خير إنساني شو عندنا المصطفى الحاضر حبيبنا خير إنساني قد فتح الباب يا فتيح أصلح قصودي مع الثاني يا فتيح الباب يا فتيح أصلح قصودي مع الثاني
سيد الرسل يا طائر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طائر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طائر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان صوت المغاني كما المطير لوحا يا أصحابنا ثاني صوت المغاني كما المطير لوحا يا أصحابنا الثاني صوت المغاني كما المطير لوحا يا أصحابنا ثاني صوت المغاني كما المطير لوحا يا أصحابنا الثاني وصر باطن وشي ظاهر البداية إلى الباني وصر باطن وشي ظاهر إلى الباني والسرار باطن وشظاي وامر البناية إلى الباني والسرار باطن وشظاهر وامر البناية إلى الباني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صل عليه صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه الشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله فتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والقول كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. نور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة بلة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه في عليه. الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدهور. صلى الله الله في عليه. الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حين آله قرب وصحبه. والودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفا كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه.
على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. قصب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ربوا يا أهل المدني فهزروا اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليه. مرحبا صل على محمد. نال بشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. صل على محمد. وسلم وبارك عليه بحمد مرحبا مرحبا جل يا صوره لعاب الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول صل على محمد. وسلم وبارك عليه. أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبال
بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وحين برز صلى عليه الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل ولد وسلم عليه مفتونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله قالت الشفاء عليه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه إلى بعد كسوم الروم قالت ثم ألبست وأجأت فلما انشبا غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله وكنت من أول عليه الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبير الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولانا صلى الله عليه في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. ولما نظم الفكر من درار الاوصاف المحمديه عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الاكمال المقبوله وتوجهي في التوجهات الخالصه والصلات الموصوله. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب الزدي تحوت الرحالة فتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودة أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمؤسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكيك إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأثرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تنفذنا في جميع طورنا وتقلبتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بالحاد الحبيب من الحاضرين وفي درائك التياب من السالكين ولحقك بحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا المعنى في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظاهر وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين من القوم في جميع الأقدار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها مامورا مالا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدنى بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.